لو انت من مستخدمين الماك بوك سواء القديم او الجديد، اكيد بتواجهك مشكله من المشكلات دي. رقم واحد، لو انت مثلا عايز تفتح فايل معين ونفترض الفايل ده مثلا PDF، فالطبيعي خالص ان انت هتدوس كليكتين مرتين على الملف وبعدين هيفتح معاك الفايل اللي انت فتحته، او ان انت هتدوس كليك يمين واوبن ويز وهتختار البرنامج اللي انت عاوز الملف ده يفتح عليه. طبعا الطريقه دي العاديه وكتير مننا بيعملها، ولكن الطريقه دي بتاخد مننا وقت من غير ما نحس، لان عقبال ما البرنامج يفتح سواء البرنامج ده تقيل على الجهاز او حتى سريع، في وقت البرنامج ده بياخده. والوقت ده انت ممكن تقدر ان انت تخليه صفر تماما بطريقه واحده وبسيطه بتعملها مره واحده وبتفضل على طول تستخدمها. هقولك عليها النهارده في الفيديو. بس تعالى نتكلم في المشكله رقم 2. لو انت عاوز تفتح برضو ملف معين، سواء الملف ده صوت، الملف ده مثلا صوره او اي حاجه او فيديو، لما بتيجي تفتحه بيفتح على برنامج انت مش عاوز يفتح عليه. زي مثلا مثال، برنامج كلنا عارفينه ومشهور ومجاني اللي هو الVLC برنامج بتاع فيديوهات عادي جدا وبيشغل الصوت وكل حاجه. عاده لو انت عاوز الملف اللي انت عاوز تشغله سواء مثلا فيديو او صوت، عايز تشغله على برنامج الVLC، بس انت لو دوست كليكتين على الفايل ده هيفتح لك على البرنامج الاصلي بتاع الماك اللي هو الكويك تايم بلاير. طيب ازاي انا اخليه يفتح على طول على البرنامج اللي انا عاوزه يفتح عليه، اللي هو في المثال بتاعنا دلوقتي برنامج الVLC؟ دي برضو حاجة انت بتعملها مرة واحدة وبتفضل تستخدمها على طول. ففي الفيديو النهاردة هقولك الاتنين دول نحلهم ازاي، وهديك كمان نصايح اضافية للماك. خليك وتابعني لغاية النهاية، يلا بينا. اول حاجة وهو الاستخدام الكامل للفايندر تول بار. طيب ايه هي الفايندر تول بار دي؟ انت لو جيت هنا عندك على الديسكتوب، الحته اللي فوق عند البار دي اسمها الفايندر تول بار. ان انت تقدر تضيف على التول بار دي اي حاجه انت عاوزها. في طريقه سهله جدا جدا ممكن انت تعملها، وهي ان انت هتضيف برنامج PDF اصلا على التول بار في الفايندر. انا مثلا عندي برنامج اللي انا بستخدمه على طول وهو الUPDF. هندوس على الكيبورد عندنا على زرار كوماند، وبعد كده هنسحب البرنامج اللي احنا عاوزينه فوق عند التول بار بالشكل ده. هتلاقي في بلس خضراء ظهرت. لو سيبنا هنلاقي ان اللي عندك الابلكيشن اتضاف في التول بار فوق، مش بس في الويندو اللي انا فاتحها. لو جينا في الويندو التانية بتاعت الداونلودز هنلاقي برضو متضاف عليها. بالشكل ده تقدر ان انت تسحب اي ملف زي الملفات اللي عندي هنا كده. هقدر مثلا اسحب الملف مثلا ده، هنسحبه فوق من غير ما ادوس حاجه بقى المره دي، واسيبه على الايقونه بتاعه الUPDF او بتاعه البرنامج اللي انا لسه حاطه. اسيبه بس عليها كده هنلاقيه فتح معايا على طول. يعني بدوسة زرار واحدة بس على الماوس قدرت ان انا اشد البرنامج او اشد الفايل على البرنامج اللي انا حاطه، وفتح لي الفايل اللي انا عاوزه بالبرنامج اللي انا برضو عاوزه يفتح عليه. طب لو انا عايز امسح بقى اللي انا ضفته، اولا عشان تمسحه هتكليك برضو على كوماند على طول قبل ما تكليك على الايقونه نفسها. هتدوس على كوماند الاول وبعد كده هتشد ايه بقى الايقونه بره بالشكل ده، وبعد كده هتختفي. هندوس على كوماند وهنشد الايقونه بره، هتختفي بالشكل ده. طيب والحاجه التانيه، لو ان مثلا عندي ملفات او فايلات زي مثلا صوره، صوت، فيديو، اي حاجه، وعاوز ان انا افتحها على برنامج معين. ولنفترض انا مثلا عندي هنا ماي فوتوز في الملف ده، وعندي شويه صور هنا كده. طب انا عاوز مثلا الصوره دي، لو انا كليكيت سبيس طبعا اقدر اشوفها. انا عايز افتح الصوره اللي انتوا شايفينها دي دلوقتي، هتظهر على اليمين خالص فوق كده Open with Affinity. ده معناه ان الصوره او اي صوره على الجهاز دلوقتي حالا متظبطه انها تفتح اوتوماتيك. لو دبل كليك يعني عليها هتفتح اوتوماتيك على برنامج الافينيتي. فانا مش كل صوره عايز افتحها على الافينيتي. في الحاله دي لو دوست كليك يمين وبعد كده اوبن ويز، هتلاقي الافينيتي ظاهر اول واحد فوق خالص. ده معناه ان انت خلاص بقى الديفولت ان هو هيفتح على الافينيتي. هنزل تحت خالص عند الاذر من تحت خالص وادوس عليها، هيفتح لي الابلكيشنز كلها بالشكل ده. فهختار البريفيو وبعد كده هدوس اولويز اوبن ويز. ده معناها ان هو ايه، شغل لي يا باشا ايه البرنامج دون مع اي صوره PNG تلاقيها على الجهاز. وبعد كده ندوس اوبن بالشكل ده، فتحت معايا على البريفيو بتاع الماك نفسه. طيب ورقم 3 معانا، وهي من البرامج المنسية في الماك عامة، لان هو ببلاش وسهل ومش كتير ناس بتبص له ان هو يعني ايه حاجة برنامج كبير يعني او كده. ومع ذلك البرنامج ده مهدور حقه. انا شايف يعني انه مهدور حقه جامد، وهو برنامج البريفيو اللي احنا لسه مشغلين عليه الصورة من شوية. لو انا عندي مثلا هنا، تعالى نفتح الملف ده. ملف هو بالياباني بس تعالى نفتحه برضو.
هعمل اوبن ويز، هو طبعا معمول الديفولت، انا عامل الديفولت اللي هو اليو بي دي اف. انت مثلا ما عندكش اليو بي دي اف او ما عندكش اصلا اي برنامج بي دي اف، انت بس اشتريت الماك وعايز تشغل عليه فايلات او ملفات البي دي اف، من هنا هتفتح البريفيو طبعا، تدوس هنا على بريفيو هيفتح لك الملف البي دي اف بالشكل ده. اولا لقيته عمل لوحده، لو لاحظ اوتو فيل كان اسيست ويز فيلينج اوت ذيس فورم، هو بيقرا الخانات الفاضيه عندك في الملف. وبعد كده لو انت دوست اوتو فيل هتلاقي هو علم على الخانات الفاضيه بالازرق، ده معناها الخانات اللي انت تقدر تكتب عليها تكست من غير ما تعمل اي حاجه. يعني بكل بساطه لو انا جيت هنا عندي على الحته اللي فوق هنا دي كده ودوست عليها كليك، هتلاقي اتظللت بالازرق بالشكل ده. اقدر طبعا ان انا اكتب من هنا احمد، بص هتلاقي ان هو بيكتبها بالشكل ده وبالفونت الصغير زي ما البي دي اف معموله بالظبط. يعني مش محتاج انت حتى تعدل على الكلام اللي هو اللي بيكتبه، الا لو انت بقى عايز تغير لون او حاجه زي كده بكل سهوله تقدر تعمل كده. طبعا كمان تقدر انت تضيف توقيع من هنا كده، كمان تقدر تزود بقى تكست من عندك، انت عايز تحط تكست في حته ثانيه او حته معينه غير اللي هم محددوها لك. تعالى مثلا اكتب هنا كده احمد، وانا عندي التكست ده اقدر ان انا احطه في اي مكان تاني. كمان تقدر تظلل، لو انت جيت هنا على المارك بتاعت اللي هي المارك اب بتاع التظليل، تقدر تيجي هنا عند البرش وتختار من هنا برش زي كده، تقدر تظلل حاجات زي كده. كل الكلام ده وانت تقدر تختاره من هنا بكل بساطة. طيب والحاجة اللي بعد كده، لو انا عندي فيديو وعاوز اعدل عليه بس تعديل بسيط، يعني من غير استخدام برامج، اللي هو مثلا ساعات احيانا بنجي لنا مثلا عندنا فيديوهات معينة عاوزين بس نقطع الحتة الاولى ونسيب الحته الاخيره، عايزين الحته الاخيره بس، عايزين الحته اللي في النص نقطعها عن الفيديو الاساسي. فحاجات زي كده انت لسه هتحمل برنامج بقى بتاع تعديل فيديوهات سواء دافنشي، يعني برامج برضو مجاني بس انت محتاج تحمله، محتاج لسه تنزله وتشوف بقى لو عندك نت سريع ولا بطيء والجو ده كله. طيب ازاي انا اعمل حاجه زي كده على الماك بدون لا نت وبدون ما انزل اصلا برنامج؟ بكل بساطه من البرنامج الاصلي بتاع الجهاز وهو الكويك تايم. طيب الكويك تايم دون برنامج بتاع تشغيل فيديوهات او حتى صوت اصلي على الماك نفسه مجانا طبعا، اللي هو اسمه الكويك تايم بلاير. لو عندنا مثلا فيديو زي ده كده، لو دوسنا مسطره تعالى نقفل الصوت. طيب انا عندي فيديو زي دون بالطول بالشكل دون مدته دقيقه وشويه. طيب انا عاوز ان انا اعدل عليه، هاجي هنا فوق على الشريط اللي فوق هنا التول بار دون وادوس على العلامه بتاعه الترم دي. لو دوست عليها هنا هنلاقي الفيديو وقف وبعد كده ظهر عندي الشريط اصفر تحت بالشكل ده. اقدر من هنا ان انا اقطع الفيديو. لو انا جيت هنا عند الحته الاولى اقدر مثلا ان انا عايز حته المدينه المنوره دي، وجيت عند النهايه هنا اقدر ان انا اقص لغايه المدينه المنوره قبل ما يخش كده الحته دي مثلا. طبعا انا عايزك تلاحظ معايا بس في الحته الشريط اللي تحت اللي ظاهر في الفيديو دي هنا بالشكل ده كده، لو انت جيت بتحرك حركه سريعه هتلاقيها زي ما هي. ركز معايا بقى كده تحت، لو انا جيت وقفت بص اللي هيحصل، الشريط اتمدد معايا، بيجيب لي الفريمات بقى ايه بالثانيه الواحده، اكنك عامل زوم مثلا على التايم لاين مثلا. هتدوس فوق دن، اول ما تدوس دان هيقول لك انت عاوز الفيديو بقى يتسيف على الفيديو يتعمل له ريبليس ولا كفيديو جديد. طبعا انا هقول ان انا عايز فيديو جديد علشان ما يبوظش الفيديو الاساسي، وبعد كده هتسيفه مثلا قول على الديسك توب وهكذا، يبقى انا عندي الفيديو اتسيف على الديسك توب بالشكل ده اللي انا قطعته. طيب والنصيحه الاخيره ودي حاجه برضه هتسرع من الشغل عندك، لو انت في ملف بتفتحه كل مره على الماك، الملف دون انت مثلا جوه ملفات كتير، يعني مثلا عندي الداونلود هنا جواها ملف مثلا ملفات زي كده، جوه الملفات دي شافي ويب سايت ده الموقع بتاعي. لو جينا جوه الوركس مثلا هنا، انا بص الوركس ده جوه ايه، جوه الهارد جوه اليوزر جوه احمد فولدر جوه داونلود جوه كذا، بص جوه حاجات كتير علشان اوصل للملف ده. طب يا باشا انا عاوز الملف ده اوصل له على طول. طبعا انا بديك مثال، يعني انت ممكن يبقى عندك انت حاجات تانية، انا بديك مثال بسيط. اللي هو انت عندك ملف جوه ملفات كتيره جدا وعاوز توصل له بسهوله، بس مش عاوز ان انت تخرجه بره، انا عاوز اخليه مكانه بس اوصل له بسهوله. شايف التول بار اللي فوق اللي احنا اتكلمنا عليها دي في اول الفيديو؟ هتيجي هنا عند الكلمه بتاعه يعني اسم الملف نفسه، هتيجي تقف بس عليها بالماوس. هتبص هيظهر ايه جنبها؟ ظهر الملف او الفولدر نفسه علشان تقدر ان انت تشدها. بص كده اتشدت معايا ازاي. هحطها في الفيفوريت هنا كده وهسيبها هنا كده. بص كده الوركس ظهرت هنا، يعني لما اجي افتح بقى اي فايندر تاني هلاقي بص الوركس ظهرت هنا، اجي ادوس عليها بص هو فتح لي كل الكلام دون
من مجرد انا بس ايه عملت كليك عليها. طب لو انا عايز اشيلها من السايد بار ده، هتعمل كليك يمين وبعد كده دوس ريموف فروم سايد بار، بس شكرا خلاص اتشالت. طيب فاتمنى يكون الفيديو ده عجبكم، واكتبوا لي كمان في الكومنتس لو عاوزين تعرفوا اي تريكات عن الماك او حتى الايباد او حتى الايفون. مستني ردكم في الكومنتس، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جاي باذن الله. سلام عليكم.